السلام عليكم، يسعد لي يومكم. أنا نور، أتمنى أموركم بصحة وعافية. اليوم بنسوي محفظة. الفكرة مو جديدة، بس اليوم الطريقة هي جديدة وسهلة وبتعجبكم كثير، وفي نهاية المقطع بتشوفون ليش هذه الفكرة أحسن أو هذه الطريقة أحسن من المقطع السابق. بحط لكم إياه في صندوق الوصف. نحتاج قطعتين الحجم اللي أنتم تبغونه، راح أحط لكم مقاساتي في صندوق الوصف، بس تقدرون تسوونها مربع، مستطيل، اللي يريحكم. راح نحط الوجه الصحيح مع الوجه الصحيح. الآن أنا كأن القطعة قاعدة أشتغل فيها يعني مقلوبة، بحيث أن اللي على اليمين أسفل القطعة واللي على اليسار اللي هو غطاء القطعة. راح نخيط بالطول ونترك مسافة. المسافة تعتمد على حجم القطعة. إذا قطعتكم كبيرة خلوا المسافة كبيرة، إذا القطعة صغيرة خلوا المسافة صغيرة. ومن جهة اليسار اللي هو غطاء الشنطة أو غطاء المحفظة، على كيفكم، تبغون تخلونه زاوية، تبغون تخلونه كذا منحنى، ممكن تكون يعني زاوية يعني مشطوفة، على راحتكم. يعني الشكل اللي أنتم تبغونه. لما تسكرون المحفظة الغطاء حقها وش تبغون الزوايا حقتها، لكم الحرية. أنا حبيت أنها تكون مشطوفة، يعني كذا فيها زاوية حادة كذا شطفة، بحيث أني أنا بس طابقتهم على بعض عشان أسهل لي، يعني ما أتعب فيها. وشفت يعني تقريبا أخذت يعني تقريبا يمكن إنش ونص، يعني تقريبا 3 سنتي، وقصيتها. أبغاها كذا تكون مشطوفة، وزي ما قلت لكم حرية الاختيار. هذا الغطاء اللي من تحت راح نخيط ونترك مسافة وبعدها نخيط، يعني نترك فتحة في منتصف القطعة. زي ما تشوفون كذا خدتها وتركت فتحة، وزي ما قلت لكم الفتحة تعتمد على حجم القطعة. القطعة عندي تعتبر كبيرة، فالفتحة عندي تكون كبيرة. بعدها راح تفتحينها زي ما واضح لكم وتصفطينها. الميزة صراحة في هذا العمل ان انت بالنظر تقدرين تحددين، يعني الان لما صفطتها مضبوط تبدين تصفطين. هذه الصفطة اللي صفطتيها انت تحددين فيها كم طول الغطاء وكم طول الشنطة. يعني انت كيفك بالنظر بتقيسينها، تبغين الغطاء كبير، تبغين الغطاء صغير، ونفس الشيء كذا تقلبينها وتصفطين البطانة كذا بالنظر. يعني هذا صراحة اللي يميز العمل، إن ما في مقاسات محددة. ممكن أنت تحطين شيء بالملي، بس يعني حتى بالنظر يعني كذا زي كذا. شوفوا الحين قاعدة أفكر، حلو الغطاء كذا ولا أكبر الغطاء، وبعدها أصفط البطانة. اهم شيء تكون البطانه والقماش الامامي متطابقين، وتشوفون زي كذا انا اتاكدت اي والله انا ابغى الغطاء كذا ولا أو ابغى اكبره زياده، وارتبها مضبوط، وبعدها احط فيها دبابيس عشان ما تتحرك معي القطعه اثناء الخياطه. وبعدها راح اخيط يمين وفوق ويسار كذا، كانها دار مدار، بس من تحت لا، ما اجيها. بعدها راح تاخذين القطعة تقصين الزوايا، تشوفين إذا كانت منحنيات تسوين فيها زي التشطيبات بالمقص، عشان لما تقلبين القطعة هذه الأطراف ما تسوي كرمشة وتخرب عليك الشغل. وإذا اضطريتي في بعض المناطق إنك تصغرين المسافة تقصينها عادي، يعني شوفي اللي يناسب. أهم شيء ما تخربين شغلك وتقصين يعني بزيادة. أنا هنا بس سويت زي التشطيبات عشان لما أقلبها تكون تمام. الآن من الفتحة هذه اللي إحنا خليناها راح نقدر نطلع القطعة. الجميل فيها بعد إن الآن لما أنت تقلبين القطعة وتواسينها، يعني تقدرين تقررين وش القماش اللي جوا وش القماش اللي برا، لأنها الآن ما تفرق. شفتوا الحين قلبتها طلعت تمام.
رجعتها طلعت تمام. هذه بعد من الميزات اللي تميز هذه الطريقة. شفتوا ما في إلا هنا الفتحة اللي أنا قلبت منها القطعة. فحتى لما أنت تقولين يعني في كثير في يعني بنات مبتدئات في الخياطة يتلخبطون، هذا العمر مرة صراحة يعني يسهل لكم. رتبت القطعة، زينت الزوايا، وبعدها لكم حرية الاختيار، يا أنكم تخيطون دار ما دار القطعة اللي فيها فتحة، أو بس فقط من قدام عشان تسكرون الفتحة، أو أنكم تخيطونها بخياطة غرزة يدوية. أنا لا، حبيت أن كذا أمشي مرة أكون قريبة من الحافة، كأن دار ما دار. بتشوفونها واضحة وسهلة وما تاخذ وقت. أصلا كل العمل ما أخذ مني وقت. وبس. وهذه هي يعني صراحة يعني ولله الحمد نفس العمل السابق، حتى مع التصوير ما أخذت مني وقت. الآن على كيفكم، إما تحطون شريطة، إما تحطون طقطق عادي، إما تحطون طقطق بلاستيك، وهذا سبق تكلمت عنه في مقطع مستقل، راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. إما تحطين زي ما قلت لكم شريطة، إما تحطين طقطق عفوا زرار، يعني ممكن تشك اللي تبغونه صراحة. يعني ما تاخذ وقت، سهلة جميلة، تسوينها بأحجام. تنفع تحطين فيها أغراضك الشخصية في الشنطة، تحطين فيها مثلا الإكسسوارات، شوي مكياج، تحطين فيها هدية لأحد. مرة يعني من الأعمال المفيدة اللي يعني التعب حقها مو خسارة، مع أنها ما فيها تعب. حلوة أنها نظيفة، يعني القطعة خرافية. طيب ليش أني أنا قعدت أبحث وأدور هذه الطريقة؟ كثير من البنات لما يجوا يطبقون درسي ما أعجبهم، أو كان في عندهم شوي صعوبة في أن القطعة البطانة تبان. طبعا هنا أنا الدرس اللي سويته مو موجودة عندي القطع، ولا سويت صراحة، يعني ما عندي الآن متوفر. هنا تشوفون القطعة مو باينة أصلا لأن طريقة خياطتها مختلفة. بس مثلا اللي على اليمين هذه أنا أصلا كنت مسويتها في درس أن تكون نحط فيها أكل، فجوا في بلاستيك، وعشان البلاستيك شوي يتعب في الخياطة، فأصلا القطعة تزلق معاي. وتشوفون هنا الأطراف طالع الأبيض، طالع البطانة. يمكن هنا في الأخضر باينة أكثر. تشوفون هذا الأبيض. في بعض البنات لما يسوون العمل هذا طلع وما عجبتهم ان البطانة طالعة، فهذا العمل بيعجبهم كثير، سهل، ما ياخذ وقت، النتيجة النهائية جدا رائعة. مرة صراحة بتستمتعون، وأتمنى أني أشوف تطبيقاتكم، ولا تنسون دعمي باللايك وبسبسكرايب ومشاركة المقطع مع أحبابكم.